هلا وهلا بنات، شلونكم عيني؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وباحسن حال. جيتكم بهذا الفيديو واتمنى تستمتعون برفقتي. واول ما نبلش الفيديو ما ننسى الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا بنات بشروني وين رحتوا براس السنة، وين طلعتوا؟ ان شاء الله يا رب تكون سنة خير ورزق وتحقيق امانيكم بحق محمد وآل محمد. يا رب يحقق كل امانيكم. انا ما طلعت ولا رحت ولا جيت، لانه صراحه ما احب هاي الهوسه، واحنا ناس اصلا نحتفل براس السنه من الاخير. زين، فواحد يصلي، يخلص الصلاه، يقرا زياره عاشوراء، يقرا قران، يقرا ادعيه، مناجات، والله العظيم هذا شيء يعني يسوى طالعه. زين، فهنا عندي هذا الزاهي، هاي البنات، هاي النوعيه مالت الزاهي كلش زينه. تخيلوا هاي البيبي تاخر عندي كلش هوايه، 4 اشهر 3 اشهر هوايه يعني. فهنا انا مفكره انه على اساس الشهر هذا انه راح اقدر كثر ما اقدر اقتصد واشتري لي حاجه للبيت او غرض للبيت، على اساس انا هيك مخليه بالي انتم هم يصير هيك وياكم فجاه كل شيء يخلص عندكم، والموعد السلفه يجي يركض هاي المره مستعجل ما ادري ايش بيه، والزاهي يخلص، وطحين عندكم يخلص، فجاه كل شيء يخلص عندكم. بعد انا ما افكر اذا عاد اشتري لي شغله ما احكي حتى بيني وبين نفسي ما احكي. زين، هنا جيت اعجن ولقيت الطحين يريد يخلص، اصلا مخلص وانا اعرف انه هو يعني مخلص تمام. فنخلص بس هاي الطحينه طلعت لي، نخلص وعجنت وقلت الله كريم. هاي البنات الفيديو هذا مات ايام متقاطعه وجمعتهم لكم بفيديو واحد، يعني تصوير مال يوم وثاني يوم، تصوير يوم بين يوم ويوم، هيك شيء. هنا عندي غسيل، قلت خلص هاي الفرشات، مرة ثانية اغسل طارمة، بس هسه مو شتاء والشارع يغرق فما هي بس الزرعة، فقلت خلي اغسلهم بالغسالة، واكيد انا اذا يعني بطانية ثقيلة لو شي ما راح اخليها بالغسالة. راح نقول هذا يصير وياكم وتجيك وحدة بطرانة والله ما اعرف شو اقول، ما تعرف بشنو ظروفك وتكتب لك تخليك يعني تطلع روحك من كلامها. انت مسعدة وانت حياتك وردية او كانت الحظ بتي، يعني فهم كلمة من هاي المصطلحات بناتهم سامعينها بحياتكم، هي ما تعرف شنو ظروفك، حكمت عليك من خلال الفيديو او من خلال حالة انت ناشرتها، او من خلال ستوري، ما تعرف بيك انت شلون عايشة ولا تعرف بيك انت شلون مقضيتها. تمام، فخالة اريد احكي اليوم، واتمنى ما حد راح يزعل من كلامي بنات. زين خالة، واتمنى انه يعني اقدر افتح عيونك على فد نقاط بسيطة. خالة، احتمال انه الغلط مو بالحظ، مو دائما نذبها على الحظ، احتمال الغلط بتك او اعتذر منك، تحمليني، او احتمال الغلط يكون بيك انتي، كونك انتي امها وتسمع كلامك، ماما تصرفوا ويا عمتك هيك، ماما ويا زوجك هيك، ماما ويا عيالك هيك، فهي ما تقول امي هاي، واكيد كلام امي صح، فتاخذ كلامك وتتصرف بيه، تمشي علي مثل ما نقول. يا خالة يا حبيبتي، اليوم المرأة لازم يكون معدلة من كل النواحي، كاملة يكون من كل النواحي، معدلة نظيفة مرتبة، مو هي نظيفة وبيتها وسخ أو بيتها وسخ وهي نظيفة، لا، مو مبذرة، راعية أسلوب، زينة، تتحمل الظروف، لازم تكون هيك. وقت الرجولة رجولة، وقت الأنوثة أنوثة، لازم إن تكون معدلة. زين، مو أريدك وما أريد أهلك، لو أريدك وما أريد أمك، ما يصير هيك، هذا مو منطق. تمام، وصدقيني يا خالة، العلم عند رب العالمين، ماكو أحد بهالدنيا مرتاح. تشوفي لك اليوم فلانة لابسة، فلانة تضحك، فلانة مدري شنو، فهالعاب معناها مرتاحة وحياتها مثالية، ماكو هيك شيء، ماكو حياة مثالية. ولو هسه قد ما يقدر الواحد يريد يسوي حياة مثالية، ماكو أحد مرتاح. زين، فيا خالة يا حبيبي، هم أهل البيت عليهم السلام اللي خلصوا حياتهم بالصوم والصلاة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويساعدون الناس، هم الدنيا ظلمتهم وماتوا ظلم وقتل، نجرد وياهم الدنيا عدل. كيف بينا احنا الناس العادية اللي مخلصينها قالوا قيل، ومخلصين صلاتنا متأخرة، لو نقعد صلاة الصبح لو ما نقعد، واحنا ونقول الله شمطينا، الله ايش منعم علينا، وفي بيت فلان مو مثلي، بيت كان الحظ فلانة، يعني ما يصير هيك، بيت فلان ما يصلون ما يسوون هيك، فأنا أصلي وأسوي، ليش الدنيا ما تمشي وياي عدل؟ هذا مو منطق، ما عليك بالناس، عليك بنفسك وبس. نقرأ كلامنا بنات. هنا قلت بما انه انا رايحه اتسوق، خلي اخذكم بجوله وياي، تعرفون انتم بالفيديو اللي قبل هذا قلت لكم انا شلون قاصه مسواق، شلون شنو سويت عشاء،
فاللي ما شايفه تروح تشوفه وترجع تشوف هذا الفيديو. تمام حبايب؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا الستر كل شيء موجود عندهم. قسم المجمدات، قسم الأسماك البحرية، قسم البهارات، قسم للمنظفات، كوزمتيك، يعني بيج الصفحة من هناك كلش كبير ما شاء الله السنتر. وقسم للماعين، كل شيء موجود. بس شوية عهم غالية بنات. تخيلوا هاي العلبة مال البهارات على ما أتذكر يمكن سعرها لو 5 لو أكثر. مع العلم أنا كنت محتاجة يعني بهارات، بس الصراحة شوية سعرها ما يناسبني، ما أخذت، سعرها غالي يعني. أخذت إنه بس الحلويات للبنات. سوقنا المخضر، جبنا له كيلو والحمد لله والشكر. حاولت ايش قد ما اقدر اقتصد بنات، لان قلت لهم هذا الشهر كلش ضايقنا وكلهن خلصنا فجأة وتمن علينا نقول نسويه واستلفه منا وهواي شغلات. الحمد لله والشكر اكثر 3 شغلات خلصان عندنا هن البخور والاجمان والحليب. زين فهميتي؟ فجبت الشغلات هاي الاستهلاكية واللي ضرورية كلش ورجعنا للبيت. نرجع لموضوعنا. تمام يا خالة؟ فحبيبتي لا تحكمين على الناس من خلال المظاهر، صدقيني ما تعرفين انتي شنو بقلوبهم، ما تعرفين شنو ظروفهم، ما تعرفين شلون عايشين. زين خصوصا اللي بادين من الصفر. اليوم اللي تشوفينها قاعدة ببيت مو معناها هي مرتاحة، جاها كامل مكمل وقالوا لها تفضلي يا حضرة الأميرة ادخلي إلى بيتك، يعني ماكو هيك شيء. خصوصا اللي بادية من الصفر، لا فراش لا ماعون لا شيء، هاي راح يلعب بيها طوبة. زين فماكو أحد مرتاح بهالدنيا، صدقيني خالة صدقيني. تحكمين على الناس من خلال حالة أو من خلال منشور أو من خلال فلانة لبست فلانة ضحكت فلانة طلعت، هذا مو منطق. ما تعرفين انت شنو بقلبها، ما حد يعلم بالقلوب غير اللي خلقها. تمام؟ ما تعرفين شنو ظروفهم. نتمنى ما راح تزعلين من كلامي خالة، ويا ربي بدك ربي يرزقها اضعاف اللي عندي ان شاء الله. يا رب يرزقها ويوفقها ويسعدها. وكل بنية تتمنى بيت وتتمنى انه عائلة وتلمها ببيتها، هذا اللي تتمناه بمخيلتها هي. يا رب يرزقها مثل ما تتخيل ومثل ما تتمنى بحق محمد وآل محمد، وتقعد وتعيش ببيتها تستقر وترتاح يا رب العالمين. وهنا ما بنات شفتوني طبخت التمن وسويت مرقة والقاسمة رب العالمين ألف الحمد لله والشكر خير والنعمة. هنا كنت عاجنة، طبعا هذا تصوير قبل ذاك يعني قبل لا يخلص الطحن. زين أنا أعجن وأخبز بين يوم ويوم هيجي، بس مال إنه أبقى 3 أيام وأسبوع لا، ما أبقى هيجي. بنات اللي تخلون الخبز بالثلاجة، شو أنا خايفة ما أريد أخلي خبز بالثلاجة، أقول خافية بس. فأنتوا من تخلون اكتبوا لي بالتعليقات يعني لأنه وكيل بعد يتحمونه لو شنو. فأنا هيجي يعني أخبز بين يوم ويوم ما أتأخر. تمام حبايب؟ أتمنى يا خالة ما زعلتني من كلامي، وأتمنى قدرت إنه أفتح عيونك ولو على أشياء بسيطة ونقاط بسيطة. لا تباوعين للناس إنه تقولين هم أحسن من عندي، لا تباوعين لنفسك وتقولين أنا أقل من الناس. عمرك ما راح تعيشين مرتاحة هيجي، وعمرك ما راح ترتاحين. زين خلي نفسك إنه أنت راضية، خلي عندك قناعة، خلي عندك قولي أنا هواي رب العالمين منعم علي بأشياء عندي ما عند غيري. هيجي حتى إذا عندك نقص ما راح تلاحظين، راح تعيشين مرتاحة لين إنه أنت راضية، نفسك راضية. واحمدي الله وشكري. لا شفتي لك أحد يعني جاب له شغلة أو طلع أو لا تباوعين له، يعني قولي يا رب مثل ما رزقت فلانة أو بيت فلان رزقني، هيك راح ترزقين أضعاف اللي تمنيتي لهم. زين وماكو شي يجي بالسهل خالة، ولا كل شي يعني مثل ما نقول سهل والحياة سهلة، ماكو. لازم كل شخص عنده ظروفه الخاصة. لا تحكمين على الناس خالة من خلال المظاهر، لا تغششين المظاهر. وأنا يعني جاي أصور لكم هذا الروتين يعني موجود هو بكل البيوت، يعني أنا ما جاي أصور لكم شيء زايد عندي يعني حتى تشوفين نفسك أنتي أقل من عندي. زين ألف الحمد لله والشكر على كل شيء، ألف الحمد لله والشكر على اللي صار، وألف الحمد لله والشكر على اللي بعده ما صاير، وألف الحمد لله والشكر على اللي راح يصير يا رب العالمين. الرضا والقناعة بحق محمد وآل محمد. بينات قرب يخلص الفيديو، أتمنى ما حد زعل من كلامي، وأتمنى يا خالة ما زعلت من كلامي. صدقيني صح أذيتيني باللي كتبتي، بس صدقيني ما عندي شو وياك ولا حاقدة عليك وباريتك الذمة دنيا وآخرة. هنا يا بنات خبزت وماكو أحلى من خبز البيت، شوفوا لي إياه. طبعا الشغلة اللي رديت أجيبها بنات هو التنور، بس ما صارت، إن شاء الله على غير مرة، لأنه هذا التنور صار له هواية عندي وما يحمى صاير بسرعة. تعرفون بعد تنور الكهرباء شلون معاناته.
بس الحمد لله والشكر. إن شاء الله غير مرة أجمع وأجيبه. هنا يا بنات الحركة السحرية خلصنا. خوبزنا، نشرت الخوبز هنا يبس وأرجع أضمه. قرب يخلص الفيديو يا حبايبي، انتظرون فيديو جديد، وأتمنى الأقدار الحلوة لكم، أتمنى الأيام الحلوة لكم حق محمد وآل محمد. أقول لكم مع ألف سلامة، وأحبكم كلش هواية يا بنات. انتظرون الفيديو جاي، وأرجع وأقول لك خالة أتمنى ما زعلت من كلامي. مع ألف سلامة بنات، لا تنسون من اللايك وتعليق حلو. باي باي.